السلام عليكم. اليوم طبختنا باكة. هذه طريقتي. أحب أحمس اللية مع الباكة، وأضيف بالخلاط بصل مع الثوم، أسويه كلش ناعم، يعني سوب أسويه أخلطه. هذه الطريقة. أخلط الثوم مع البصل. مرات أخلي لبن، هاليوم أنا ما عندي لبن، أخلي لبن مدخن قليل. من تحمس الباكة مع اللية مع اللحم، أضيف الخلطة اللي أنا دا أسويها وبقي بيها. من يحاول يعني كل شفور أبدي أخلي مي حار، أبدي أخلي. هنا حمستها ويا اللية واللحم. اليوم ما عندي لحم، حمستها ويا اللية اليوم. هنا خلطت البصل والثوم واللبن. وهنا بعد ما انحمست الباشا حمسة كلش زينة، ضفت المواد اللي قلت لكم عليها، اللي هي البصل مع الثوم مع اللبن. راح انتظرها تفور فورة زينة، واضيف المي المغلي. اخذت خوش غلوة، راح ابدي اضيف المي الحار بالتدريج، وكل ما ينقص المي وبعدها مستوية اضيف مي مغلي الى ان تستوي. وان شاء الله النتيجة النهائية بعد ما تستوي اصب لكم اياها. هاي بدها تستوي ان شاء الله يعني. وهاي النتيجة بعد ساعة ونص. هاي قدامكم، شوفوا شلون السوب يخبل، والباكة صارت. هاي طريقتي اني، وانتو كل واحد طريقته قلت لكم بداية الفيديو. هسه راح اشوفكم اللحمة شلون مستوية. باعوها. فضلوا شوفوا اللحم شلون مستوي. وان شاء الله يا رب تنال اعجابكم، وشكرا.